ندخل على واحدة من أهم التأشيرات وهي تأشيرة لم الشمل في ليتوانيا، ودي طبعًا اللي بيقدّم عليها سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد اللي عاوزين يلتحقوا بالعائلة في ليتوانيا. التأشيرة دي يا جماعة بتبقى مؤقتة لمدة سنة، وبعد دخولك في ليتوانيا بتقدر إن أنت تقدّم على إقامة لمدة سنتين داخل ليتوانيا. وطبعًا بتتجدد التأشيرة ديّة كل سنتين، وبعد 5 سنين بتقدر تقدّم على الإقامة الدايمة في ليتوانيا. طيب إيه هي بقى الأوراق المطلوبة للتأشيرة ديّة؟ طبعًا كالعادة جواز سفر ساري يكون في مدة طويلة أكتر من التأشيرة، وبتملأ استمارة طلب التأشيرة، ويكون عندك تأمين صحي كامل للفترة اللي أنت هتقعدها في ليتوانيا. تالت حاجة ودي واحدة من الحاجات المهمة جدًا، شهادة الزواج بتاع الزوج أو الزوجة. ديّة طبعًا بتقدّم الشهادة ديّة، وبالنسبة للأولاد وشهادة الميلاد بتاعة الأولاد. رابع حاجة بتقدّم على إثبات السكن، اللي هو محل الإقامة. بتقدّم على محل الإقامة طبعًا من عن طريق إن أنت بتقدّم عقد الإيجار، أو لو أنت عندك بيت أو شقة أو أيًا كان من أنواع العقار أنت متملّكه، بتقدّم الأوراق اللي بتثبت ذلك. طبعًا كالعادة لازم تقدّم تأمين صحّي ليك في ليتوانيا يغطي لفترة على الأقل سنة من دخولك في ليتوانيا. واحدة من الحاجات المهمة لازم تقدّم الفيش والتشبيه أو السجل الجنائي لبعض الدول العربية. دوّة يا جماعة لازم تقدّم السجل الفيش والتشبيه. بتقدّم طبعًا بتترجمه للغة الإنجليزية أو الليتوانية، وبتوثّقه من الخارجية عندك، وبعد كده بتوثّقه من سفارة ليتوانيا الموجودة في البلد عندك. سعر التأشيرة ديّة يا جماعة 120€.